حميد صياد منذ سبعينيات القرن الماضي يرى بعينيه بحيرة الرزازة التي تشبه حال العراق. يستذكر الماضي بوقت كانت هي مصدر رزق له وللعديد من الصيادين، أما الآن فهي تفتقر للثروة السمكية والخدمات السياحية المطلوبة. أنا صياد من أب وجد بحيرة الرزازة من السبعينات. هذا الإرث الحضاري يعني انتهى، ما بها لا سمك لا مي لا خدمات لا كل شيء ماكو. هسه طالب يعني بس شويه يدوا لها مي يحسنون وضعيتها. قبل كنا نصيد القطان البني، هاي من السبعينات احنا كنا قطان 5 كيلو تصيده، هسه كل شيء ما بيها غير هسه هالمي هذا تعبان. والله نطالب بيهدوا لها مي شويه، يعني ثاني بحيره بالعراقيه مساحتها 1800 متر يهدوا لها مي. المجاري اثرت عليها، ما بيها هسه ما بيها ميها تعبان حيل، حتى سواح قليله تجيها. كنز الرزازة ممنوع من رفد كربلاء والعراق بخيره. السياحة هنا تواجه عائقا كبيرا في هذه البقعة الفريدة على خارطة العراق. نفايات وأنقاض شوهت وجه الرزازة، لا شيء يدهش الزائر سوى الحسرات على تاريخ تغطيه ألوان الفساد، والأمنيات من الزائرين بتوفير ما يلزم للنهوض بهذا المكان السياحي. احنا نتمنى من محافظنا الرجال ما قصر داخل المحافظه، لكن نريده بعد يتطلع لهاي المكانات. شوف العالم هذا جاي تجي ويكون مكان سياحي، مكان للراحه، مكان للمرافق صحيات. هنا العوائل جاي تجي على هذا الاهمال وتجي الناس تجي تخلص، بس احنا نطلب من محافظنا يتابع هاي. بعض الاهتمام قد يسعف الرزازة وينعش اقتصاد هذه المدينة لتحافظ على ما تبقى من إرثها على مر الزمن، فهي ثاني أكبر بحيرة في العراق. مورد اقتصادي حاله كباقي الأماكن السياحية التي تعاني من الإهمال الحكومي، يتطلب إعادة تأهيل حتى تعود العوائل إليه في مواسم السياحة. من كربلاء، جاسم الهميم، التغيير.